مرحبا بكم في صفحة وسيم الفلاك. اليوم كالعادة في بلاصة أخرى من البلايص متاع تونس. اليوم في بلاصة تاريخية، بلاصة أثرية تبعد على تونس، معناها هي ما بين معتمدية ما بين ولاية باشا وولاية سليانة. نحن في دقة، نحن حبينا نمشيو اليوم لدقة ونشوفو. كما تشوفوا لهنا فما باركينج كبير وين تنجموا تحطوا إكراهبكم، ولهنا تقص تيكي. بالنسبة للتوانسة التيكي ب5 دينارات، وبالنسبة للسياح في التيكي ب8 دينارات. معناها هي راهو أنا باش نحاول لو ماكسيموم بوسيبل نقصر في المنطقة الأثرية هذه، ولكن راهي معناها تشد معناها ما بين 3 ولا 4 سوايع باش تستكشفها المدينة بكلها. كما تشوفوا هذوما أثر دقة. كما تشوفوا معناها مدينة كاملة عمرها آلاف السنين. هاك فما شوي سياح من الفوق قاعدين يصوروا. باهي في إطار حملة تستكشف بلادك، باهي واحد يجي هكا ويشوف شوية معناها تاريخ. الحجر هذايا راهو عنده آلاف السنين، راهو محطوط. معناها تخيل انت توا باش تمس حجرة مسوها عبيد معناها قبلك، تعرف شنيا الروميان. لهنا داير الزيتون كما العادة، تونس معروفة بالزيتون والهندي. ديسمبر 97 دخلت المنظمة اليونسكو في ديسمبر. معناها هو لهني الأخضار متاع تونس. شوف في قبة مزيانة غادي بالحق. فما حاجة لاحظتها في هكا في برشا بلايص معناها تاريخية وأثرية وكل، السياح موجودين أكثر من التوانسة. معناها السياح يهتموا أكثر معناها بالشأن هذا التاريخي معناها والحضاري هذا متاع نشأة المماليك والإمبراطوريات وكل شيء أكثر من التوانسة. ديجا الله أعلم، ما أنا نقول 90% اللي صوروا الفوق هذوكم سياح ماهمش توانسة. تخيلوا توم الحجرة هذه اللي باش نمسها أنا تو، مسوها الرومان عندهم آلاف السنين من قبل، حتى معناها من السيرة المحمدية، من قبل الفتوحات الإسلامية. الحجر هذاك مرصف برا. فما قصة عربي هنقصو من هنا، هو الطريقة برا موم الغاتي، هو قصة عربي. تخيلوا معناها نمسو في حجر عنده آلاف السنين من قبل معناها الفتوحات الإسلامية. هذه الاركيتكتور. أو الفسيفساء من اللوت. اركيتكتور نتاع مدينة كاملة.
باهي قصة العربي هذي، هم التعب لازم واحد سبورتيف باش يطلع. انا مو سبورتيف يسد ثنيا من الغادي، توا حاسس باش نكتشفوا عالم اثري اخر بدا يظهر ديجا، ليماج بدات تظهر، الصورة بدات تبان. وقيلا وحلت هكا هاو ضعت. شفت بعد ساعات القص العربي تسكن في فوسي، هاي فما هبط. الحمدولله لقيناه البلان، من قبيله لا وجع لي خاطر نورمالمون كل بلاصة تدخل تلقى البلان متاعها. نحنا هنا لهنا المعبد المجهول الآلهة المعروف بدار الأشهب أو بي روماني يسميه دار الأشهب، ليست الآلهة التي كرس هذا المعبد لتقديسها معروف ويعرف حاليا بدار الأشهب، والأشهب هو لقب الأسرة التي سكنت هذا المبنى إلى حين بدأت الدولة التونسية بشرائه. سكنوا فيه التوانسة وبعد شرته الدولة التونسية، وقد ظلت تحديدا وظيفة هذا المعلم محل أخذ ورد، فقد اعتبره البعض حماما، واعتبره البعض الآخر سوقا للرقيق، واعتبره شقا ثالثا معبد، وقد تأكدت الفرضية الثالثة اليوم. هكا هو معبد، حيث تم التعرف على الغرف الداخلية للمعبد خلف الصحن، وكان الصحن محاطا برواق معمد على 3 جوانب، وكان إفريزه يتضمن نقيشا مطول تحدد تاريخ بنائه فيما بين سنتين 166 و 163 ميلادي بالطبيعة، في العهد المشترك الإمبراطورين ماركوس أوريلوس ولوكيوس فيروس. منتزه دق الأثري، محليه الفيو منه، فيو رومانتيقي تاعك الأدباء يجيو لهنا. كان جابو قسم الشاب يعرف البلاصة هذي، راهو خرج لنا بيت من طلب العلا قصة عربي. ديجا نحنا طلعنا الطلعة هذيك، هاوك الباركينغ من الغادي، هاوكم السويح. والله خلينا نشوفوهم خويا السويح ولا توانسة، ان شاء الله يطلعوا توانسة ويخيبوا لي ظني. هاكم من الغادي، هاي برا خلينا نتبعوهم. نجيهم على اساس انا كان سياح، على اساس انا ولد بلاد هكا وتونسي يسكت بركة، والتاريخ هذايا متاعنا. هو فهم شي راني مازلت كاستكشفت اول مرة نعفص البر هذايا. تخيلوا معناها بالحق تو المبنى ذا بناوه عنده 1000 السنين، لا تراكتور لا تراكس لا شيء. كيفاش عملوا الدالات لهنا؟ كيفاش بنيوها؟ قداش قعدوا يبنيو فيها؟ تفرجوا كيفاش عندهمش لهنا غشة متاع مقاول ولا كما قال السبوعي، لا فماش لهنا تخدم ولا هم بتبعتهم العبيد يخدموا مساك. هاوك كيما كنت متوقع، ما همش التوانسة سياح يا من كوريا يا من الصين، هذوما
حاصله آسيويين، الحمامات الأنطونية كما يوحي بذلك اسمها. بنيت هذه الحمامات في عهد الإمبراطور كالكالاماكوس في تاريخ بين 211 و 217 ميلادي. وكانت امتداد المياه هذه حمامات تجلب من أحد القناتين العلويتين لحناية اللتين تزودان المدينة على الأرجح، القناة المعروفة بعين الحمام. وكان مدخل الخدمات يقع بشارع معبد دار الأشهب رقم 1 على المخطط. رقم 1 هو رقم 1 على المخطط، عن طريق ممر تحت أرضي محفور في الصخر رقم 2 على المخطط. هذا رقم 2 على المخطط، وهو عبارة عن ممر موحد في البداية ثم انقسم ممرين يسمحان بالوصول إلى رديهات دي. هاي رديهات دي ودي بريم، دي ودي بريم على المخطط. ومن موجه أن الطريق الذي قاع كان يضاء خلال ساعات فتح الحمام. يضاء كيفاش ضوء؟ ما عندهمش انبيه، بقبل لكم بالشمع باز بالشمع. أما المستحمون فكانوا يدخلون إلى الحمام عبر المدارج انطلاقا من الشارع المجاور المجمع الديني المعروف بمجمع جابيني رقم 3 على المخطط. رقم 3 هو رقم 3 على المخطط. وكما هو الحال في معظم حمامات الإمبراطورية تحترم حمامات الأنطونية مبدأ المحورية والتناظر، مما يتيح للمستحمين الدخول عبر طريقين متناظرين. معلمين بصراحة يحترموا بعضهم كما نحن هاكا، يدخلوا نسيم الصباح ومن بعد الرجال في الليل هكاكا بالضبط. أهو I saw an Iraqi man crying inside the museum. Yeah, telling to the people, it's our treasure. No, in the museum. Yeah. It's our treasure. And they are putting it in the British. Welcome in Tunisia. Welcome. Ni hao. No, ni hao. China. Yeah, Japan. Yes, Japan. Toyota, Suzuki. Yes, yes. Honda, Yamaha. Yes. Yes, mechanic, very good. It's beautiful Tunisia. Good Tunisia. Welcome. أنا بن عروس مدينة. والله المتعدي وصلت للكيف تعديت قلت خلينا نعمل فيديو ما نعرفش خاطر أول مرة نجي. أنا نستكشفوا في البلاد. Good mechanic like this. Yamaha, Toyota, very good. طلعوا من اليابان. قلت لكم يا ولدي 90% منهم ماهمش توانسة. هاكا لم يخب ظني. فما باركينج الفوق، باركينج يخ حسيلو فما لغة من الغادي. علم تونس. علم تونس يرفرف فوق، علم بلادي يرفرف فوق. اسمعني انا ما نطقش الراس صحيح من غير ما تركز معاها، معناها يرفرف فوق خارج سبونتانية هكا من القلب. اما اسمع صحيح علم تونس من الفوق، اما جسوي سيور المقاول اللي بناه البنية هذه الكل عمره ما يكون تونسي، ما ينجمش يكون تونسي. المقاول اللي بناه هذا هاكا ماركوس فيروس ولا اسمه.
يا اخي كل الحنية اللي كنت تشوف فيها قبيلة ويني براموم الغادي توا راني نتبع. فما إيلها ظهرلي، فما إيلها من الغادي اما قصولو راسو، راسو مقصوص. ذي قال قبل كانوا يعبدوا فيه، تو كي نمس هنا يبدا فيها السحر ولا يبدا فيها كل الاشعاعات نتاعهم نتاع كل الحياة اللي كانوا يؤمنوا بها قبل. سيب علي يا ولدي تبدا شي فيها نتاعهم تاعك الجمايح. إيديت إيديت سيبور إيديت سيبور فليسيداتي إيديت سيبور فليسيداتي. هاو سقيه ما خص عقلهم، معناها حاجة كيف ما هكا كانوا يعبدوا فيها، زينوها وبرقشوها ويعبدوا فيها، هكذا ربي يطيح فيهم قصلوا راسه، ربي يطيح فيهم قصلهم راسه، هكا راسه مقصوص اللي كانوا يعبدوا فيه. المنجم المسرح هذي ما يزيدش برشا على المسرح نتاع كارتاج، يعني استخايل معناها ضيفوا سي يبداو هكا الجماعة يجيبوا لنا بلتي ولا سمراء هكا ولا كافو نحب نقلع بصراحة بنية عظيمة بالحق. في الوقت هذاك ما فماش معناها لا سيمين لا تراكتور لا تراكس لا ميكانيك، لا عندهم الياماها والتويوتا متاع جبابنا وبنيو بنية هكا. بصراحة باش نقول لكم معلم اللي بناها هذا، بقيت الفخذ الظاهر اللي متاع الإيرها متاعهم. فما معلومات اخرى كيفاش وصلوا الكراب هذوما لهنياش بينا خلوني فول ثنية طلعت الصعد على ساقي. المسرح هو المسرح اللي كنا فيه تاع بلتي سمار، يستند المعلم إلى هضبة كلسية تم تهيئتها للغرض، وقد تم إدخال تصحيحات على تضاريس طبيعية في بعض المواضيع وخاصة تحت الرواق، حيث تم إنشاء خزانة مياه لتدارك عدم انتظام سطح الأرض. ودشن هذا المسرح الذي يتسع ل 3500 متفرش حوالي سنة 168-169 ميلادية، وقد تم العثور على 4 نقائش باللغة اللاتينية، ظهر لي ذوكم اللي كنا نشوفوا فيهم، تخلد حدث التدشين، وهي تكاد تكون متماثلة وفيما يلي النص المدون بأكثرها اكتمالا. فوليوس ماركوس كوادراتوس نجل كوينتس، والمسجل لدى قبيلة كويرينا كاهن أغسطس المؤله. بيب مستعمرة قرطاج الجوليانية، والذي تم قبوله في الوحدات العسكرية الخمس من قبل الإمبراطور أغسطس أنطونيين الورع، بنى لبلاده بمناسبة نيله لشرف الكهنوت الدائم هذا المسرح الذي تم تشييده من الأساس مع البازيليكات والرواق والكاسيتوس والركح مع ستائره والزخرفة الكاملة. وقد قام بتكريس المسرح في حفل رافقته ألعاب برجوية وهدايا عينية ومأدبة وزيت للحمام. الترجمة من اللاتينية، تحس تراديكسيون تاع جوجل هذي، فما كلمات هكا ما يركبوش على بعضهم. إحدى القبائل الريفية التي أنشأتها روما، هذا شنو؟ قبيلة كويرينا، إحدى القبائل الريفية التي أنشأتها روما حرج المدن وعددها 31 قبيلة. والكاسيتوس ممشى تصطف على جانبيه الأشجار، يمكن هذه الممشى. ذوما كيفاش وصلوا كهبوا؟ وش معناه هما خلوهم يطلعوا الفوق وانا ما خلانيش، خاطر انا تونسي ب5000 والسياح ب8000 معناها دخلوا. لغة هذه ديما نذيو على البراني يا ولدي كي قنديل باب من نار. هاي نطلعوا طلعة هذه نشوفوا ايش فيها. هذا المسرح، هذا المسرح اللي كنا فيه.
او فيو فورميدابل فورميدابل. كهو المسرح هذا نتاع ستروماي فورميدابل. هكا يبدا عايد 3500 قال لك المسرح يهز. بالحق ولقت تفدليك معناها عندنا برشا اثار برشا تاريخ راكم تشوفوا معناها كعبتين سبابنا يدوروا فيهم. قديش بس 20 يمكن جابوني 25 كان عاد يا ربي يدخل في ملايين زرق البلاصة هذي. وراي فما قهاوي وراي لعبات تسقات منها ومنطقة داخلية راهو السكان متاعها يسقطوا منها. راه فما ريستورون وفما مرأة تعمل المليوي شبابنا ياكلوا المليوي وفما برشا فازيات. ياما يا صاحبي وينو السيد وينو برا الفلة ذي. خلينا ندخلوله شوفوا اش فيها. فيها عصفور هدهد هاكا هدهد. ايجا هدهد والله. قلب. اوه فما قبة غادي. قبة زعما اش فيها هذيك. تو هما قالك المعبد هذاك كانوا يعبدوا فيه هاكا والآلهة متاعها رسم مخصوص. القبة هذيك اش كانوا عاملين؟ لسائل ان يتساءل. تغزولها القبة ولا بغي؟ خلينا نشوفوا اش فيها. هاكا العلم اللي يرفه فوق. هاي اللي كنت نغزلها كالعالية ذيك. اوه فما شكون ظهر لي توينس هكا المنظر من بعيد يقول توينس والله اعلم. لا هذاك مرشد سياحي تونسي قاوي كما العادة. هم يحزد شعر وصفر كون نغزوله من الغادي ذاك عمره ما يكون تونسي. الشعر هذاك ما عندناش منه في تونس. هذي القبة مسكر. هاي القبة كنا نغزولها من الفوق. لا إلي ظهر لي توانسة وعملوها بالحق التوانسة وجاو يستكشفوا تبعوا حملة باسم الفلاك استكشف بلادك. اوه لا لو سوليل لا طلعوا فرانسيس. En face de nous, il y a une mosquée. Après, nous, on est au 6e siècle après Jésus-Christ, construit à l'époque de l'Église. Sous les traces d'un temple romain, le temple de la fortune. Pour la déesse Fortuna. Bonne réponse. Mais شنو سيدوها؟ ود الجو رجل. الحمد لله. يا رب فضلنا سي عمر. هاي تو مسكيه ذا معناها مسكيه كيفاش هما روميان معناها من آلاف السنين ومعناها توا يحكموا. عايشين وقت الرومان احنا. تينا نحكي لك هذه منطقة أثرية ولا كيفاش ما قدموش. تي معاك توا هذه مش بنية أثرية معناها بناوها في آلاف السنين التالي معناها. جامع عقبة. بني اثرية مش بني اثرية. معاك بنية أثرية نحكيو نحنا في 160 قبل الميلاد. Nous sommes pas des musulmans avant
Il a dit qu'elle aime mosquée. Mais ce ne sont pas des musulmans. 21e siècle يا معلم 21e siècle on est 21e siècle فما ايفوليسيون يسامحني جماعة Mais les années, j'ai vu les années 160, 170. C'est ça. فسر لي هاي. شكون عايش هنا توا عايشين توانسة ومسلمين. إيه. ايفوليسيون فما ايفوليسيون جاو خذا وقتهم ومشاو جا بعد وجاو بعد وجاو بعد وجاو بعد معناها هذوما مش كيف 100 سنة الأولانيين نتاع الحمامات وكل شيء. بابا وقتاش سيدنا محمد جاء صلى الله عليه وسلم 1200 سنة التالي. 1200 سنة التالي فانا عام يا واحد هجري 1200 سنة نقولوا 1200 سنة هجري تو عن هذاك عمره 1000 سنة بعد ما جا الإسلام 200 سنة في القرن فهمتك. التاسع. Bienvenue en Tunisie. Elle est beau la Tunisie. Belle. برشا. Oh, c'est bien ça, hein.